في قرية طينية صغيرة حيث تتشابه البيوت كأنها توائم من طين، عاش رجل يدعى جابر. وكان رجلا طيبا يحب الكرم ويعشق جمع الناس على طعام وطيب مجلس. وذات يوم عزم أن يقيم وليمة كبيرة يدعو فيها الأقارب والجيران، فنادى على زوجته وقال: يا امرأة، حضري الطعام وافرشي الحصير وأوقدي النار، فإن الليلة ليلة ضيوف. وخرج جابر يقضي حاجاته يتبضع ويستعد، حتى إذا ما غربت الشمس وعاد أعيته الطريق وظل بيته في ظلمة المساء، فما عاد يميز بيتا من بيت. دخل أحد البيوت يظنه بيته، فقد كانت كل البيوت من الطين متشابهة، لا شباك فيها ولا علامة. نادى: يا امرأة، أين الطعام؟ أين الوليمة؟ لكن لا مجيب. تقدم فوجد امرأة نائمة على الحصير، ظنها زوجته وقد خذلته في يوم كرم وضيفان، فهاج غضبه وصاح: هكذا تفعلين بي في يوم عز فيه اللحم وغلت الأسعار؟ ثم أخذ يوبخها ويضربها غاضبا، وهي لا تفهم ما الذي يحدث ولا من هذا الرجل الذي انقض عليها كالعاصفة. خرج جابر مغتاظا، وما كاد يبتعد خطوات حتى شم رائحة طيبة تنبعث من البيت المجاور. دفع الباب فدخل، فإذا بزوجته تبتسم وقد أعدت الطعام وأشعلت السراج، وقالت: أهلا بعودتك يا جابر، كل شيء كما طلبت. وقف مذهولا وقال: أأنت هنا؟ قالت: وأين غيري؟ أدرك حينها الكارثة، وسقط قلبه من الندم. لقد أخطأ الطريق وضرب زوجة جاره ظنا أنها زوجته. وفي الصباح حمل قلبه في يده ومشى مطأطئ الرأس إلى بيت الجار، وطرق الباب. فتح الجار فقال جابر: يا جاري، أتيت أطلب السماح، فقد أخطأت البارحة، ودخلت بيتك ظنا أنه بيتي، وضربت زوجتك ظنا أنها زوجتي. لكن الجار لم يغضب، بل انفجر ضاحكا حتى غرورقت عيناه، وقال: لا تعتذر يا جابر، بل أنا من يجب أن يشكرك. قال جابر مذهولا: تشكرني؟ على ماذا؟ فقال الجار: يا أخي، زوجتي منذ سنوات لا تلمس مكنسة ولا تقرب قدرا ولا تسقي زرعا، واليوم ومنذ الضربة المباركة قامت مع الفجر، نظفت البيت وطبخت وغسلت، بل غنت وهي تعمل. والله لقد فعلت فيها خيرا أعجزني في سنين. ثم أردف وهو يربت على كتف جابر: إن كان عندك مزيد من الضرب فسلمني إياه. ومن يومها صار أهل القرية إذا رأوا زوجة تغيرت فجأة قالوا: لعله مر عليها جابر. هم. إذا أعجبتكم القصة فلا تنسوا أن تدعمونا بإعجاب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى تصلكم كل القصص الجديدة. وإذا كان لديكم رأي أو تعليق فشاركونا في التعليقات، فنحن نحب أن نسمع منكم دائما. دمتم بخير، وإلى لقاء جديد في حكاية قادمة بإذن الله.